الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا خطاب من الله جل وعلا لأهل الإيمان، لم يقل أيها العصاة ولا أيها الكفار ولا أيها المتمردون، وإنما هذا الخطاب العظيم لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، يدل على أن المؤمن قد يقع في خطأ وذنب أو تقصير في واجب، فلهذا يتوب إلى الله. ومن ارتكب الإثم فوجب عليه أن يبادر ويسارع في الحال إلى ربه جل وعلا ويستغفر وينيب إلى الله عز وجل. ولهذا يقول سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالتوبة النصوح هي التوبة الخالصة لله عز وجل، أن ينيب إلى الله خاشعا مقبلا على الله راجيا ثواب الله خائفا من عقابه وبطشه سبحانه، لم يكن من أجل فلان أو فلان أو من أجل دنيا موعود بها، بل يخضع لله عز وجل ويتوب من ذنبه ويستغفر ربه جل وعلا. فالتوبة النصوح الصادقة ناصح لنفسه، لم يكن مخادعا لها ولا مخادعا لأحد من الناس، يتوب أمام الناس، فإذا خلا بالمعصية أقبل عليها ولم يبالي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إن القلب إذا طعم عبادة ربه جل وعلا وأخلص له فإنه لا يكون شيء أحب إليه من ذلك ولا ألذ إليه وأطيب من ذلك، أي من التوبة والطاعة لله عز وجل. ثم ذكر أن الله عز وجل صرف عن يوسف عليه السلام الفاحشة والمعصية من أجل إخلاصه، قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالمؤمن إذا علم الله صدقه وإقباله وأنه من أهل طاعته سبحانه وتعالى فإنه يعينه على التوبة والإقبال عليه والعزم على ترك المعصية، ويصرف عنه السوء ويصرف عنه البلاء ويصرف عنه حب الصور التي تصرفه عن طاعة الله. فالصور صور النساء أو صور المردان ونحو ذلك هذه تفتن كثيرا من الناس، ولكن ربك سبحانه وتعالى إذا حماك وحفظك حفظ سمعك من الفحش، حفظ سمع بصرك من الباطل، أنك لا ترى إلا الخير ولا ترى إلا ما ينفعك، فاعلم أن الله قد حماك من فتن كثيرة، فاحمده واشكره وأقبل عليه واسلك في التوبة إليه سبحانه وتعالى. فالتوبة عبادة، والله قد قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالإخلاص في جميع العبادة مطلوب أيها المسلمون، فنحن بحاجة أن نخلص العمل، ومن العمل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فكم مصائب وكم معاصي وكم فتن يصرفها الله عنك ربما بسبب حسنة أنت عملتها، بسبب صبر
ومعاصي عميمة، فلهذا لا تنسى فضل الله عليك وإحسانه إليك بالليل والنهار سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي للعبد إذا وقع في معصية صغيرة أو كبيرة أن ينيب إلى الله وأن يستغفر الله ولا يصر على ذلك. أيها المسلمون، أصحاب المعاصي هم على مراتب كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول: أهل المرتبة الأولى أن من عمل ذنبا فإنه يفزع قلبه ويضطرب وينيب إلى الله، يخاف ويحزن ويقبل على الله. هذا العبد الذي أذنب شعر بذنبه وخاف من عقاب الله وحزن على ما فعل وندم، فهؤلاء يتوب الله سبحانه وتعالى يعني عليهم ويوفقهم ويهديهم، فهؤلاء يقبل توبتهم كما قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأذكر لك مثالا من السلف. ذكر الإمام مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة أذنبت فزنت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، ولكن قلبها قد احترق وخاف من بطش الله، فقالت: يا رسول الله طهرني وأقم علي الحد. قال: إنك أعرض عنها. قالت: تريد أن تعرض عني كما عرضت عن فلان أو تردني فتقول إنها حبلى من الزنا، أقم علي الحد. فنظر إليها قال: أنت حبلى فأرجعي حتى تضعي حملك ثم أتي. فذهبت فوضعت بعد، فبقيت أياما ثم جاءت. انظر أيها العبد الكريم، ما زالت المعصية تحرقها، وإلا قد كانت لو لم تأتي ما بحث عنها عليه الصلاة والسلام ولا سأل عنها. تتوب إلى الله وتستغفر وتنيب يكفي. فبعد أن جاءت قال: من يرضع هذا الغلام ومن يقوم بشأنه؟ فقام رجل فقال: علي كفالته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فشدت عليها ثيابها وحفرت لها حفرة ثم رميت بالحجارة. الله أكبر. فأخذ خالد حجرا كبيرا فوضعها برأسها فطار الدم عليه، فقالوا أو قال: قاتلك الله. قال: لا تسبوها فإنها قد تابت توبة لو تاب منها صاحب مكس فقبلت منه. هذه رواية بريدة في مسلم أيضا. قال عمران: فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو وسعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر. يعني أن هذه المرأة تابت إلى الله خائفة خاشعة راجية من الله الثواب، أن الله يثيبها على هذه التوبة ويعفو عن ذنبها. تابت توبة صادقة. فانظر إلى هؤلاء رجال ونساء إذا أخطأ أحدهم أناب إلى الله. فلهذا كانت المعاصي نادرة في السلف وفي الصحابة. ومثل هذا أيضا ما في الصحيح أن مالك أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك قال: يا رسول الله إني زنيت. قال: لعلك ماذا مجنون؟ قال لأصحابه: هل شرب خمرا؟ قال: يا رسول الله والله فعلت وفعلت. فأعرض عنه. في الثانية الثالثة الرابعة يعترف بذنبه. قال: استنهكوه لعله سكر أو مجنون. قالوا: ما بعقله بأس.
ولكن الرجل حس بالذنب وأناب وأقلع، يفضل الحجارة على أن يستمر على ذنبه أو يتمادى. فبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم حتى ما. فانظر إلى هؤلاء الذين إذا أذنب أحدهم خاف من ذنبه وأناب وفزع إلى الله تعالى. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هؤلاء الذين يتوبون إلى الله ويعملون أعمالا صالحة يبدل الله سيئاتهم حسنات، فربما يكون بعد التوبة أرفع درجة من قبل أن يذنب. فبعض الناس المعصية تجعله ينكسر إلى الله ويقبل على الله وينيب إلى الله ويفزع إلى الله، فعند ذلك يرفع درجات وتبدل سيئاته حسنات. فهذه هي التوبة الصادقة عباد الله، والتوبة النصوح. فمن نصح لنفسه فليتوب إلى الله، فمن أكل الربا فليتوب إلى الله، ومن استمر على ذلك فلا يلوم إلا نفسه، كما قال جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال بعدها: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالمؤمن يتوب إلى الله ويفزع يتوب الله عليه، ولو أكل الربا من قبل يتوب إلى الله، فإن بقي عليه أو له ربا عند الناس لا يأخذ ذلك الربا ويتركه لله سبحانه وتعالى، فعند ذلك الله يعفو عنه. وهكذا من وقع في ظلم لأخيه المسلم سواء كان من عرض أو غيره يتحلل منه ويستسمح أو يرد تلك المظلمة إن استطاع، فإن لم يستطع فليدعو لذلك المظلوم ويحاول أن يدعو له، أو ماذا يتلطف في الاستسماح. على كل فالتوبة إلى الله جل وعلا هي الندم إلى الله والعزم على ترك المعصية ورد المظالم إلى أهلها إن كانت للناس. هكذا إن أيضا أذنب يتوب إلى الله، فالشخص قد يعزم على التوبة ويعزم على ترك المعصية فتأتيه الشياطين وهوى النفس فيحملونه مرة أخرى على الذنب، فعليه أن ينيب إلى الله وأن يستغفر فالله يغفر له، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. لا تقنط من فضل الله ولا تيأس، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته فضلت عنه وهو في فلاة من الأرض فلما أيس منها ذهب إلى تحت شجرة ينتظر الموت فوضع رأسه أو خده على يديه ينتظر الموت فإذا براحلته عند رأسه ففزع إليها وقال: اللهم لك الحمد، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم وهو في البخاري مختصرا. فانظر يرحمك الله إلى هذا العبد لما يكون في صحراء بعيدة وعنده متاعه على راحلته فضلت عنه، أيس من الحياة فانتظر
الراحلة ترجع إلى عند راسه. أليس هذا فرح شديد؟ بلى، يفرح فرحا شديدا. فكذلك ربنا جل وعلا مع أنه غني عنا وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادتنا، فهو غني عن العالمين، ولكنه سبحانه لفضله وإحسانه وكرمه إذا رجع إليه عبده العاصي فرح بذلك وأعانه ووفقه وهداه، وإن استمر على عصيانه فلا يبالي الله سبحانه وتعالى به. فاحمد ربك. انظر لو أن لك ولدا عاصيا يسبك ويشتمك ويحاول أن يفعل لك المصائب كلها، ثم إنه أناب إلى الله ورجع إليك وأعطاك ما تحتاج وخدمك الخدمة البالغة وصار لك أحسن الأولاد، ألا تفرح بذلك؟ ألا تحب ذلك؟ فربنا أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أمهاتنا، فهو لا يحب لنا أن نعصيه ولا يحب لنا جل وعلا أن نتمرد عليه، بل يفرح بتوبة العاصي والمتمرد، ودعا الناس كلهم إلى التوبة إليه سبحانه، حتى قطاع الطرق والقتلة والفجر كلهم إذا تابوا إليه وأنابوا إليه قبل توبتهم، كما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، ثم قال فمن تاب من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء في قطاع الطرق. وقال في النصارى الذين عبدوا غيره سبحانه وقالوا عزير وقالوا المسيح ابن الله، لو تابوا إليه تاب عليهم سبحانه. نعم، فالمسلم لا يقنط من فضل الله ورحمته، نسأله تعالى أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد، ايها الناس، المعاصي كما سمعتم اصحابها على مراتب، فالذي يذنب ويتوب الى الله هذا على خير، ولكن يستمر بالتوبه ويراجع نفسه. قال ابن القيم: والمرتبة الثانية هذا رجل يفرح بالمعصية، وإذا عمل المعصية فرح. أضرب لك مثلا مثل شخص اختصم مع آخر فتحاولوا في القتل فقتل صاحبه، فرح قال والله يستحق. هكذا القبيلة وهكذا الشجاعة سبحان الله. بعد أن قتل صاحبه نفسا مسلمة مصلية، لما فاز بقتله والحقيقة ليس بفوز، صار يخبر: نأتي بديته إلا تصفي، ولا يدري المسكين أنه قد أوبق نفسه. وآخر إذا وقع في اصطياد امرأة حرام فرح. هذه مرتبة ثانية والعياذ بالله، الفرح بالمعصية. هذا على خطر، لأنه مستخف أو كأنه لا يبالي بعقوبة الله ولا يبالي بكتابة ملائكة الله عليه، وهذه غفلة شديدة. مرتبة ثالثة الإصرار والاستمرار على المعصية. يقال له: اتق الله، أخذته العزة ولا يبالي بمعصيته بموعظة، ولا يبالي بتهديد، لا يبالي بحدود الله، يصر على المعصية. وهذا الإصرار ذنب أيضا. هذا مثل إبليس لما أمره الله أن يسجد لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر. لما ما تسجد؟ انظر كيف قال: أسجد لمن خلقت طينا. صار يعاني وصار يتمرد ويصر على ذنبه، فعند ذلك استحق الطرد واللعن. أسجد لمن خلقت طينا
يسجد على الله، وكان الواجب عليه أن يخضع وأن يذل. آدم عليه السلام لما نهاه الله أن يأكل من الشجرة فغره إبليس وقال له هي شجرة الخلد وإلى آخرها، أخطأ فأكل من الشجرة هو وحواء عليه السلام، اعترف بذنبهما، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الله، غفر الله لهما وقبل توبتهما وأنزلهما إلى الأرض ثم ردهما إلى الجنة مرة أخرى بسبب توبتهما. فالذي يصر هو يقتدي بإبليس، والذي يتوب مقتد بآدم عليه السلام، بنبي الله آدم بأبيه، فتب ولا تصر. وكما قال بعض أهل العلم الإصرار لا صغير مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، يعني الإصرار على الصغيرة قد تصيرها كبيرة. لا تنظر إلى صغر المعصية أيضا فقط، وانظر إلى من تعصي إلهك وخالقك رب السماوات ورب الأرض، ألا تستحي منه؟ ألا تخجل من الله؟ تبارز الله بالمعصية وتصر عليها، مشكلة هذه فانتبه. نعم، فالإصرار على المعاصي خطير جدا، قد لا يوفق العبد للتوبة. مرتبة ثالثة أو رابعة، المرتبة الرابعة المجاهد يصر ويزيد يجاهد بين الناس، مثل بعض النساء المتبرجات، انظر ما تبالي، تمشي في السوق تكلم هذا، تقبل هذا أمام الناس، تمازح هذا، تتعطف أمام الرجال، هذه تعتبر معصية. وآخر يجاهد بالربا، لو نصح قال هذه فوائد، يتحايل هذه فوائد ما في مشكلة. وآخر يأكل الرشوة، لو قيل له اتق الله الرشوة حرام، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، قال هذه من أين نأكل من أين نشرب؟ سبحان الله. أو يقول لك هذه حق للشيء عمل، تتحايل على من؟ تجاهد بالمعصية ثم تحاول أن تبرر لنفسك. وآخر يشرب الخمر أمام الناس، وإذا قيل له قال هذا شراب روحي. وهكذا ربما يذهب يأخذ رخصة من بعض الجهات الحكومية، هذا مجاهد بالمعصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعمل المعصية في الليل ثم يصبح يخبر الناس بها، الله قد ستر فكشف ستر الله عليه، نسأل الله العافية. هذا المجاهد على خطر عظيم جدا، لأنه يدعو الناس بفعله وربما بفعله وقوله إلى الفاحشة والمنكر، ويستخدم الناس بعد ذلك بالمعاصي، وخاصة إذا كان من أهل الشرف عندهم كتاجر كمسؤول كصاحب علم. مثل آخر يفتي لا رحمه الله ويقول يجوز للشاب أن يقبل المرأة في الجامعة أو في الثانوية أو في السوق، ما في مشكلة. قال لأن الشباب أصحاب شهوة كبيرة يحتاج أن يخفف عنه. بئس ما قال وأفتى، هذا يخالف الأدلة المتكاثرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سئل قال عن النظر إلى المرأة الأجنبية، قال النظرة الأولى لك والثانية عليك، نظرة ما قد تقبلها. وجاء من حديث جرير بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر الفيئة،
قد تكون أمامك مرأة بقدر تصادفها في الطريق أو نحو ذلك وهي كاشفة الوجه، قال اصرف بصرك. أما هذا المفتي المنحرف لا تقبل الفتوى، هذا من المجاهرين بالمعصية، عليه أن يتوب إلى الله. وهكذا من يبيح الربا أو من يبيح الديمقراطية التي فتنت المسلمين ومزقتهم أحزابا، إذا سمعته يفتي أو من يفتي بالمظاهرات بجواز المظاهرات قل له تب إلى الله، هذه مجاهرة بالمعصية، تب إلى الله. فالله يقول عن هؤلاء إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله أكبر. إذا لم يتوبوا فهم ملعونون عند الله. فكم مفتي قد تسمع في بعض وسائل الإعلام هذا المفتي فيما يظهر لأنه مسلم، سمعته في بعض الواتساب. فانظر إلى هذه المعاصي التي يحاولون أن يجعلوا الناس يجهرون بها في الشوارع. أتحب يا أيها المفتي أن يأتي شاب ويقبل امرأتك أمام الناس؟ أتحب أيها المفتي أن يأتي شاب ويقبل ابنتك أمام الناس؟ أتحب أيها المفتي أن يضم بنتك أمام الناس؟ فإن قلت نعم فأنت ديوث ليس فيك غيرة دينية، وإن قلت لا فكيف نقول أنت تبيع بنات المسلمين بالفساد والمفسدين؟ فاتقوا الله عباد الله، فأنتم في زمن الفتن والمحن حتى ممن يجاهد بالمعاصي ممن يدعي العلم. فكونوا أيها الناس على ثبات من دينكم وعلى بصيرة من أمركم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عن الحق وأن يتوب علينا وعلى أهلنا وعلى المؤمنين. اللهم تب علينا إنك التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن إنك سميع عليم. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.